قبل ما تمضي عقد في الشيك، سؤال واحد هيغير كل حاجه: هل العقد ده هيغطي التامين الصحي بتاعك ولا هتتفاجئ عند اول زياره ليك عند الدكتور؟ ثانيه واحده، خليني ابسطها لك. لو شفت في العقد بتاعك دي بي بي دوهودا او بروفيدن براتسي ومعرفتش ده معناه ليك ايه كطالب، فركز شويه. ولو حد قال لك الدي بي شي داهودا او براتسوفني تشينوستي واداك رقم بالساعه من غير ما يشرح لك هو مغطي التامين ولا لا، فارجع خطوه. اما بقى لو لقيت الاتش بي بي هالافني براتسوفني بومير، فامضي وانت مطمن. انا هنا علشان اديك خريطه واضحه تشتغل بيها قانوني 100% وتريح نفسك، وهقول لك امتى تكون مؤمن صحيا وامتى تكون محتاج بديل للتامين بتاعك. ركز معايا علشان في الفيديو ده انا هقول لك امتى تقول انا همضي وانا مطمن، وامتى تقول لا نستنى او نعدل شويه في البنود. هقول لك كمان هنا على الحد الادنى للاجور لحتى اغسطس 2025، وهقول لك كمان على الورقه الروز اللي بتنقذ جيبك من الضرايب. هنا قبل ما تمضي اي ورقه هنا وقبل ما تمضي اي عقد لازم تسال نفسك سؤالين: هل الشغل بتاعي ده هيكون قانوني؟ هل التأمين الصحي بتاعي هيغطيني ولا هحتاج تأمين صحي بديل؟ يعني ايه تشتغل قانوني كطالب؟ بص، لو انت طالب ومعاك إقامة هنا او الفيزا بتاعتك هنا دراسة، فانت هنا ممكن تشتغل في التشيك من غير تصريح عمل إضافي. المهم ان الشغل بتاعك ده ما يعطلكش عن الدراسة، وصاحب العمل هنا يخلص إجراءات التسجيل المعتادة قبل ما تبدأ. بمعنى لو الفيزا بتاعتك هنا او التصريح بتاعك اللي انت جاي بيه هنا كطالب او الفيزا بتاعتك هنا دراسة، فانت ممكن تشتغل. انت بيبقى عندك اكسس على الليبر ماركت هنا، اكسس على سوق العمل هنا، فدي حاجة كويسة. وطبعا دي بتختلف من نوع فيزا لنوع فيزا تانية. صاحب العمل هنا لازم يخلص الاجراءات بتاعته في وقت محدد. ما ينفعش صاحب العمل يقول لك العقد بتاعي اتاخر او في اجراءات نسيت انا اعملها او في اجراءات تانية مخفيه. الكلام ده مش صح. العقود هنا كلها واضحه. الثلاث عقود اللي انا ذكرتهم لك كلهم واضحين وكلهم بالشروط بتاعتهم واضحه، وركز فيهم كويس وانت لازم تقراهم ولازم تعرف الفرق بين الثلاث عقود قبل ما تمضي اي عقد فيهم. هنا نبدا بالعقود. اول عقد معانا دهودا اوبروفيدني براتسي او الدي دي بي. ده عامه بيكون عقد مهام خفيفه او اجريمنت بينك وبين صاحب العمل، موافقه كده تشغيل بينك وبينه. بيكون الحد الاقصى بتاعه 300 ساعه في السنه. وهنا التامين الصحي بتاعك بيتفعل اوتوماتيك بس في حاله واحده: لو انت الدخل الشهري بتاعك اكبر من 11500 كرونه. لو اقل من كده التامين الصحي بتاعك مش هيتفعل، فانت لازم تدور على تامين تجاري او تامين للاجانب هنا. وفي شركات كتيره وبتقدمه بعروضات وخصومات كتير قوي. فلو انت بتشتغل 300 ساعه في السنه والعقد بتاعك دي بي بي والاجر الشهري لم يتخطى ال 11500 كرونه، فانت كده محتاج تامين بديل. العقد الثاني الدي بي شي دهودا اوبراتسوفني تشينوستي. ده انسب عقد هنا للبارت تايم. لو انت عايز تشتغل 20 ساعه في الاسبوع يبقى ده الاختيار الامثل ليك. لو انت مش عايز تيجي على الدراسه بتاعتك وعايز تهتم بيها، فانت ممكن تختار الدي بي تشي. هنا العقد ده بيديك الحق ان انت تشتغل 20 ساعه في الاسبوع، ودي بتكون اتفاقيه بينك وبين صاحب العمل. لو عايز تزود على كده العقد بتاعك مش هيكون بارت تايم. التامين الصحي هنا بيغطيك بس في حاله واحده: لو انت الدخل الشهري بتاعك اكتر من 4000 ونص كرونه. طيب لو انت تحت الرقم ده ايه الحل؟ الحل برضو ان انت لازم تدور على اي تامين صحي بديل، سواء تامين تجاري او سواء تامين صحي للطلبه الاجانب. هنا العقد الثالث الاتش بي بي هالافني براتسوفني بومير او براتسوفني سميلوفا. العقد ده بيكون دوام كامل، بيكون فول تايم وممكن برضه يكون بارت تايم. بس الميزه في العقد ده ان هو بيكفر الانشورنس بتاعك، ان هو بيغطي كل التامين الصحي بتاعك. فانت هنا مش محتاج ان انت تدور على اي شركه او تامين بديل او تامين تجاري ليك او حتى تامين للاجانب. هنا ان العقد ده بيغطي لك التامين بتاعك. طيب لو انت هنا بتشتغل فريلانس، فانت هنا للاسف لازم تشترك في تامين صحي، سواء التامين الصحي بتاعك ده هيكون الاجانب او سواء التامين الصحي ده بيكون تجاري. بس غالبا اول عقدين الدي بي بي والدي بي تشي هم دول افضل عقدين للطلبه. هنا الراتب والحد الادنى. بص خليني اقول لك الحد الادنى الرسمي هنا من يناير 2025 بقى 20800 كرونه، والحد الادنى هنا للساعه بقى 125 كرونه. انت ممكن هنا تشتغل 40 ساعه، وممكن برضه تشتغل 20 ساعه، الكلام ده في الاسبوع. ممكن تشتغل 300 ساعه بس ده بيكون في السنه. طبعا كل عقد هنا بيختلف عن التاني، كل ساعه هنا بتختلف عن التاني. لو انت حابب تشتغل 40 ساعه فده بيكون دوام كامل. لو انت حابب تشتغل 20 ساعه في الاسبوع فده بيكون دوام جزء. اما بقى لو انت حابب تشتغل 300 ساعه في السنه فده هيكون اول اختيار ليك عقد الدي بي بي او من موافقه بين الطرفين. الرواتب هنا في بروك بتبدا معاك من 130 كرونه في الساعه. السقف بتاعها مش محدد، ان انت ممكن تكون مميز في شغلانه، ممكن يكون عندك مهنه معينه مطلوبه هنا، ممكن يكون عندك حرفه انت بتقدر تستغلها، ممكن انت اصلا تكون جاي من باك جراوند كويسه تشتغل في الاي تي او في الاكاونتنج. هنا فدي ليها معاملات تانية، ليها اسعار تانية، ليها فلوس تانية، ليها عقود تانية. فدي هتفرق معاك في الساعه على حسب اللغه وعلى حسب المهاره اللي معاك. واهم حاجه ما تنزلش تحت سقف الحد الادنى للعقود هنا في الاجور بالنسبه للساعه. وخلي بالك معلومه اكيده ان الحد الادنى للاجور هيتغير من بدايه 1 2026، هيرفع من 20800 ل 22800. الضرايب والورقه الروز.
وانا هقول لك ايه حكايه الورقه الروز. الضريبه هنا شريحتين، 15% و23% للجزء الاعلى من الدخل، بروهلاتشيني وبلاتينيكا. والمعروفه هنا بالورقه الروز. الورقه الروز دي بتديك خصم على الضرايب بتاعتك بقيمه 30,000 كرونه في السنه، اي ما يعادل 2270 كرونه في الشهر. الورقه دي بتقلل الاقتطاع بتاعك من الضرايب. ازاي اعرف ان العقد بتاعي بيغطي التامين الصحي، او امتى انا محتاج اجيب تامين بديل؟ لو انت مثلا ماضي عقد الجي بي بي والمرتب بتاعك في الشهر 10,000 كورونا، فانت لازم تدور على بديل للتامين الصحي بتاعك، ان التامين الصحي هنا في العقد مش مفعل. فانت لازم تجيب تامين تجاري، لازم تشتري انت تامين تجاري. طيب لو المرتب بتاعك معدي ال 12,000 كورونا، فانت هنا التامين بتاعك متكفر، التامين بتاعك هنا متغطي. طيب في حاله ان انا العقد بتاعي الدي بي تشي وانا بقبض في الشهر 4000 كورونا، فهنا للاسف ان التامين بتاعك مش مفعل، او انت مش داخل حيز التامين الصحي. فانت هنا برضو لازم تشتري تامين صحي ليك. طيب لو في نفس العقد انا بقبض 5000 كورونا في الشهر، يبقى هنا انت هنا اوتوماتيك التامين الصحي بتاعك اتفعل. طب لو العقد بتاعي اتش بي بي فول تايم او بارت تايم، فخليك مطمن، انت كده ولا كده التامين الصحي بتاعك متفعل، وانت مش محتاج ان انت تشتري تامين صحي. اسئله كتيره جدا لازم تركز فيها قبل ما تمضي اي ورقه. لازم تعرف نوع العقد ده بالظبط، الدي بي بي، الدي بي تشي، او الاتش بي بي. الدخل الشهري بتاعك هيكون كام؟ هل هو هيعدي ال 11500 لو العقد بتاعك دي بي بي؟ هل هو هيعدي ال 4500 لو العقد بتاعك دي بي تشي؟ الشركه هنا هتسجلني في التامين الصحي الاجتماعي امتى؟ تفاصيل الاجر بتاعي هيكون بالساعه؟ طب عدد الساعات بتاعتي هتكون كام؟ هل المرتب بتاعي ده هيكون شامل الاجازات بتاعتي ال 25 يوم او ال 28 يوم دول هيكونوا مدفوعين الاجر ولا لا؟ لو العقد بتاعي ده مش هيكفر التامين الصحي بتاعي، التغطيه البديله بتاعتي هنا هتكون ايه؟ الخلاصه هنا لو انت معدي ال 11500 في عقد الدي بي بي، فانت هنا متكفر من التامين الصحي بتاعك. لو انت معدي ال 4500 من العقد دي بي تشي، فانت كده ولا كده متكفر برضه من التامين الصحي بتاعك. اما بقى لو انت اتش بي بي، فانت اطمن، نام وحط في بطنك بطيخه صيف، انت كده ولا كده متغطي. الشغل المتاح هنا للطلاب ايه؟ هقول لك الشغل ايه. لو انت طالب ولسه جاي هنا لتشيك جديد، فانت اول حاجه بتدور عليها ازاي اجيب فلوس في اسرع وقت. طيب لو انت طالب، ايه الشغل اللي بيكون متاح ليك؟ بص خلينا متفقين ان انت اول ما بتوصل لتشيك هنا، فانت بتدور هنا على اكتر حاجه واقرب حاجه تجيب لك فلوس، او اسهل حاجه، اسهل طريق هنا يجيب لك الفلوس. اسهل طريق يجيب لك هنا الفلوس شغل المطاعم. شغل المطاعم ده بيكون متقسم، فلو انت هتشتغل كباب هنا او هتشتغل في مطعم شاورما يعني، فانت هتبتدي من الصفر، هتبتدي عامل علشان انت ما عندكش خبره. والاجر هنا اللي هياخده العامل هيبدا معاه من كام؟ في مطاعم هنا بتبدا من 120 كورونا، في مطاعم هنا بتبدا من 100 كورونا على اساس ان هو بيمرنك، في مطاعم هنا بتبدا من 150 كورونا. وطول ما انت بتكتسب خبره في الشغلانه دي، انت ممكن توصل ل 170 و200 و250. وانا اعرف ناس لحد دلوقتي بتاخد 250 و300 كورونا في الساعه من شغلانه الكباب، ان هم دلوقتي بقوا صنايعيه، بقوا معلمين كباب بمعنى اصح. عايز اقول لك على حاجه، ابعد عن الناس اللي هتستغلك في الشغلانه على طول، ما تقرب لهمش وما تروح لهمش. ده بيكون بيتعامل معاك على اساس ان هو حمل وديع، بس في الحقيقه هو مش حمل وديع، هو عايز يستغلك وعايز يشغلك عنده، بس بحجه ايه؟ انا هديك مرتب قليل بس علشان انا بدربك. الكلام ده مش صح. من وقت ما انت ابتديت تشتغل هنا، فانت لازم تتحاسب على الحد الادنى للاجر بتاعك اللي هو 125 كورونا. بس في حاله ان هو عطاك اقل من كده، سيب الشغل وامشي. وفي هنا شغل كتير جدا للطلبه، سواء في الكباب، سواء لو انت ويتر، سواء في المخازن، سواء في اي حته هتلاقي شغل كتير. لو انت هتشتغل ويتر هنا، ففي مطاعم بتحاسبك على 130 كورونا في الساعه، وفي مطاعم تانية بتحاسبك على 140 و160. الفرق في ايه؟ الفرق في عدد الساعات، الفرق في التبس اللي انت بتاخده، الفرق هنا هيكفر لك التامين الصحي بتاعك ولا مش هيكفر التامين الصحي. والكلام ده برضو بيرجع لانواع العقود اللي انت هتمضي عليها. المخازن، لو انت هنا هتشتغل في مخزن، فالمخزن هنا بيأمن عليك وبيشغلك فول تايم او بارت تايم، والتامين الصحي بتاعك بيكون متغطي، وانت هنا بتشتغل بالساعه الشهريه، فانت اخر الشهر بيقتطعوا منك التامين الصحي وبيقتطعوا منك الضرايب. بس في مشكله، ان انت هنا هتكون شغال زي العتال، بتشيل وبتحمل، وليك تارجت ولازم تعدي التارجت بتاعك. ان التارجت بتاعك ده لو ما عديتهوش، فانت هنا مش هتستفيد بالبروموشن اللي هم حاطينه، مش هتستفيد بالمكافاه بتاعتك. لو انت معاك اي حرفه جاي بيها من مصر، دي حاجه كويسه جدا. لو انت حلاق، الحلاقين هنا غاليين جدا، اقل حلاق هنا بيحلق ب 700 كورونا. رخصه السواقه، لو انت معاك في مصر رخصه سواقه والرخصه دي جديده، اطلع على اقرب نادي ليك وطلع الرخصه الدوليه. الرخصه الدوليه دي هتفيدك هنا ان انت تشتغل بيها اول 3 شهور او اول 6 شهور بالكتير خالص، لانك هنا هتحتاج ان انت تغير الرخصه بتاعتك وتطلع الرخصه التشيكيه. فلو انت هنا حابب ان انت تشتغل بولت او فولت توصيل طلبات، او حتى زي اوبر عندنا في مصر، هتلاقي الشغلانات دي موجوده هنا، بس شرط ان انت تشتغل يكون معاك الرخصه التشيكيه. خلي بالك الشغل في بولت وفولت واوبر هنا بيكسب كتير جدا، بيكسب حلو قوي. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وتستنى الجديد علشان الجديد شديد. سلام.